ازيكم عاملين ايه يا رجاله؟ الفيديو ده تابع للفيديو اللي فات او الجزء اللي فات بتاع تصميم العطر ال 3 دي ده. عجبني الدعم في الفيديو اللي فات جدا جدا، وقلت خلاص هنعمل جزء تاني. والجزء بتاع النهارده هيكون تابع للاخراج والتحريك، يعني هنطلع الانيميشن بتاع البرفان ده ذات نفسه. شكرا بجد على الدعم الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات لا يعني بقية عن بقية الارقام. ده اعلى فيديو في المشاهدات في الفيديوهات الطويله عندي 185. شكرا جدا جدا بجد. ولو فضل الموضوع على كده انا ناوي ممكن اعمل حاجات اصعب، وممكن اقعد ساعه او ساعه وي في الفيديو، بحيث ان انا اخليكم تطلعوا حاجه اصعب من كده وحاجه جودتها اعلى من كده بكتير. بس في الاول عايز اعرفكم على حاجه، انبهكم على حاجه بخصوص الديسكورد. الديسكورد عندي يا شباب، مش عارف لان في ناس كتير جدا دخلت وما تعرفش تستخدم الديسكورد عندي في الكومنتات او في الانستا. بعتت لي قالت لي ايه سيرفر الديسكورد، مش عارف استخدمه، مش عارف كذا. يا جماعه سيرفر الديسكورد فيه هنا كده جزء تبع ان انت ايه، ادونز ممكن تحطها في 3 دي في البرنامج، يعني جوه قنوات ممكن تستمع منها غيري طبعا. وفي هنا شات عايز لو احنا عايزين نساعد بعض، مثلا عندك خطأ مثلا عايز تصلحه ومش عارف ازاي تصلحه. عندك مثلا حاجة عايز تعملها ومش عارف ازاي تعملها ازاي، عايز حد يقيم شغلك. وفي فويس ممكن ادخل معاك شير سكرين، تفتح لي شير سكرين واساعدك. وغير كده في تيكت ممكن تفتحها، تفتح تيكت من هنا وتتواصل معايا وتسألني اي سؤال انت نفسك فيه، او حتى ممكن تطلب مني اي حاجة انت عايزها. الكلام ده كله يا جماعة في السيرفر ده يا جماعة، هسيبه لكم تحت في الوصف. كله يدخل يا شباب. وبرضه على فكرة هتلاقيني هناك متواجد لأي حاجة انت عايزها، بعيدا عن التصميم او كده او خارج التصميم عموما. وكل الروابط بتاعتي هتلاقوها في اللينك اللي ده، وهحسبه لكم في الوصف برضه. انستا تك او رقم واتساب لو عايز تتواصل معايا، او البيهانس بتاعي. الانستا بتاعي يا شباب لو عايز تسألني على اي حاجة كيو وعمر اهو، كيو عمر ده اهو. ده اليوزر بتاعي، ابعتلي على اي حاجة وهرد عليك. فيديو النهاردة هو الجزء التاني من الفيديو الاولاني ده اللي كان بتاع العطر، واللي ما شاء الله يعني وصل عدد مشاهدات يعني كويس جدا بالنسبة لي. الفيديو بتاع النهاردة هعلمك ازاي تقدر تعمل الانيميشن ده. شوف معايا. هنعمل ده جوه بلندر بأسهل طريقة، وبرضه مش هنطول كالعادة بتاعتنا، مش هنطول مش هناخد وقت خالص واحنا بنعمل التحريك والإخراج. هناخد نص ساعة مثلا أو 40 دقيقة، مش هنطول. ممكن أقل من نص ساعة كمان نخلص الفيديو. هيبقى سهل جدا. هنبدأ مع بعض نعرف أساسيات التحريك، ازاي انا عملت موضوع الغطا ان هو يتفتح ويرجع، وتحريك الكاميرا، وازاي الكاميرا ثابتة على جزء واحد كده ما بتتحركش يمين وشمال. كل الحاجات دي هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. بس الاول يا شباب برضو انبهكم على الحاجه، لو الفيديو ان شاء الله اللي انا هنزله ده وصل برضو لدعم اكتر، هبدا جزء جديد خالص يعني. سيبك من الفيديو ده، في جزء في فيديو جديد هينزل، هشرح حاجه صعبه اكتر، وشيء جديد جدا وبجوده اعلى وبحاجة احسن. بس مطلوب منكم بس ايه يعني شوية دعم كده. وشكرا برضو على ال 32 مشترك. انا كنت الفيديو اللي فات على ما اظن كنت حاجة وعشرين، فده رقم كويس جدا، مش شاكر لكم بجد. تعالى ما نطولش عليكم ونبدأ ونخش على طول في الموضوع. هنفتح الفايل اللي كنا بادئين فيه من اخر مرة لما كنا احنا عاملين المشهد بتاع العطر ده، وهنكمل عليه، هنكمل عليه زي ما هو كده. تمام تمام. طيب لو تلاحظوا المشهد اللي انا عملته مشهد كان في مكان تاني، فاهم، كان في بايوم تاني. ف يعني هنشيل بس الايه، هنشيل ال... الاتنين دول، وهنبدأ من الاول خالص. خلينا نشيل دي بس كده اهو، خلينا نعمل لها هايد ونبدأ من الاول مع بعض. طيب حاجة بس عايز اقول يعني انا انبه عليها في الاول. اللي انا استخدمه دلوقتي ده حاجة اسمها بلندر كيت، وادون برضو انا سايبه في سيرفر الديسكورد اللي قلت لكم عليه. الادون اللي هو اللي فوق ده شاب، لو تلاحظوا كده عندي في شريط فوق، مش هيكون عند اغلبكم لو لسه محمل بلندر ومش محمل الادون ده. الادون ده اسمه بلندر كيت، لو مش لاقيه على جوجل او مش عارف تنزله ازاي، هتسألني على ديسكورد او هتلاقي الرابط بتاعه في ديسكورد.
ده اللي بجيب منه اي موديل. يعني ممكن بص، يعني ممكن بص كده، ممكن اكتب ستون، هيجيب لك موديلات كتيرة جدا للاحجار، في منهم اللي بفلوس وفي منهم اللي ببلاش طبعا. فاحنا اللي هنستخدمه النهارده هو ببلاش. لو قعدت تلف شويه، تلف كده، هتلاقيه اهو، هو ده اللي انا استخدمته في الفيديو اللي انا وريته لكم من شويه. هشده كده وانزله جوه البرنامج على طول اهو، نزل اهو، هو ده. طيب، الحلو في الموديل او البلندر كيت بالذات، ان انت يعني خدت الموديل بتاعك، خدته بجوده كويسه، وغير ان هو بجودة كويسة طبعا، يعني مديك الموديل حرفيا بالتكستر اللي عليه اهو. بص البتاع اللي عليه جاهز على طول، وزي ما انت شايف البتاع شكله واقعي وحلو جدا، وبلاش. غير كده الاهم من كده وكده كمان ان هو ببلاش. طيب، هنحط بس المشهد بتاعنا او نظبط المشهد بتاعنا. كنا احنا حاطين الحجرة الكبيرة دي هنا بالشكل ده، وعملت شيفت دي وجبت اتنين منهم لورا كده اهو. حط واحد هنا، شيفت دي، وبعد كده اسكيب، وبعد كده واحد هنا. وخلينا اطلع الاتنين دول فوق شوية زي الفل، بس كده زي الفل. بالنسبة للبرفان يا جماعة، دي معلومة ممكن تستفادوا منها. ان انتوا لو عايزين تحركوا البرفان كله، يعني شوف انت ممكن دلوقتي لما تيجي تحرك البرفان هتقعد تعمل كده، هتقعد تمسك الإضاءة والدنيا هتلعبس معاك خالص. فالموضوع ده سهل جدا، سهل عليك. هتضغط على اد، بعد كده تخش على امبتي وتجيب اي واحده من دول. انا عن نفسي مثلا هجيب اول واحده دي، اكبرها شويه، وهتحطها مثلا في نص الازازه او في اي حته عموما يعني. هتعمل ايه؟ هتمسك كل في البرفان، يعني السائل اللي جوه مسكته شيفت، امسك الجسم اللي بره وانت ضاغط شيفت يا جماعه، وانت ضاغط شيفت، شيفت اهو. البادي، بعد كده الليبل كده ده، بعد كده اللي جوه ده. خلينا نتاكد بس انا ماسك كل حاجه. بس كده انا ماسك ايه؟ ماسك كل حاجه. بعد ما مسكت كل الحاجات اللي جوه البرفان، اضغط على الام بي تي ذات نفسه، تمام، وتاكد ان الام تي اللي انت شفته هو اللي لونه اصفر، تمام. هتضغط على كنترول بي على الكيبورد، هيطلع لك الخيارات دي. انت تختار الخيار التاني اللي هو كيب ترانسفورم. ليه؟ دلوقتي تعالى نمسك الام بي تي ده، بص كده، البرفان كله اتحرك معاك كده. بقى انت مش محتاج تقعد تحرك الغطا لوحده وتقعد تنقل الليبل وتقعد لا لا، انت عندك الامتي هتحرك لك البرفان شمال فوق تحت يمين، وده هتستخدمه كتير جدا في الانيميشن. طيب، خلينا بس الاول طالما احنا عملنا الامتي بتاعنا، خلينا ايه، نحط البرفان بتاعنا فوق الموديل اللي احنا حاطيناه بالشكل ده اهو. ننزل وسطنه كده في النص، بس زي الفل كده. طيب، الاول قبل ما نكمل في الانيميشن بتاعنا، هغير ال HDR اللي انا حطيته من المره اللي فاتت. ال HDR اللي هو الاسود اللي انا كنت حاطه ده، هغيره. عايز تخليه خليه، عايز تعمل اللي هو اعمله. بس الفكره ان انا ايه، يعني عايز اشرح حاجه جديده كده ب HDR تاني، فانا عن نفسي استخدم ده. تقدر تستخدم ده برضو، مش هتفرق برضو يا جماعه، يعني عادي. انا بس ايه، عايز استخدم اتش دي ار كده، يكون الايه في موضوع الشجر وكده، عشان قد نفس الشكل اللي انا كنت عامله في الفيديو. هنخش على الاداة بتاعت الوورلد دي، هنخلي الترينج واحد علشان يدينا الاضاءة الكاملة العالية دي، زي ما انت شايف كده بالظبط مظبوط. وبي بالنسبة للخلفية اللي ورا، في عندك حركة ممكن تعملها، ممكن تخلي يعني بس ايه حل حركة الكاميرا. همسك الفريم بتاع الكاميرا ده، وبعد كده جي زد، طلعه لفوق. ممكن تعمل ايه، ممكن تخلي الخلفية اللي ورا بس، يعني انت شايف انت اللي ورا ده بس كده ممكن تخليه. او ممكن انت تضيف صورة وتترندر برضو معاك. ازاي تضيف صورة وتترندر معاك؟ زي ما احنا ضفنا الليبل كده بالظبط، اد ايمج مش بلين. وانا عندي صورة حاططها يعني للفيديو،
ممكن انت تستخدمها، ممكن تجيب واحدة من عندك انت. تمام، اهي. ولما تيجي تترندر دلوقتي، يعني لما تيجي ترندرها دلوقتي هتترندر معاك كصورة. شوف كده زي ما انت شايف كده هتترندر معاك كصورة. احنا بس ممكن نعمل ايه، ممكن نخش على الداتا بتاعتها ونقلل الرفنس، نخليها مثلا 1 بس. طيب انا عايز افهمكم حاجة بس الاول يا جماعة. في تحريك بالذات او في اي حاجه عامه في البلندر، مش مهم اللي ورا. يعني انت بص كده ممكن من ورا تقول ايه الشكل ده مش واقعي، وايه الشكل ده عشوائي وبتاع. انت لازم تظبط، يعني انت طول ما انت فاتح الكاميرا كده لازم تتاكد ان كل حاجه طالعه عندك بالشكل المظبوط. مش مهم اللي من ورا، اهم حاجه ان انت تتاكد ان كل حاجه في المشهد طالعه كويس، بحيث ان انت لما تترندر عندك يطلع المشهد شكله واقعي وكويس. طيب قبل ما نكمل بس الاول عايزين ايه، نضيف بلين كده تحت كده خالص، تحت كل الحاجات دي، بحيث ان هو ايه يعني ما يبانش ان هي طايره على الهوا كده. تمام كده مظبوط اهو اهو. وخلينا اديها بس ايه ماتيريال اسود كده او رمادي اهو. ونقلل الرفنس برضو يا جماعه، اهو الرفنس بس زي الفل كده. طيب الاول خليني اظبط بس يا جماعه المشهد بتاعي، ارجع الصوره دي لورا لغايه لما تظبط معايا الشكل كده ويبقى كويس زي الفل كده. ممكن تشيلوا يا جماعه الصوره، والله انا الصوره دي بس عشان ايه، هنطلع دلوقتي شكل كده وصوره معينه. بعد ما نطلع الصوره هنبدا نعمل انيميشن. لو لاحظت كده عندك في الكاميرا زي اللي كنت بقول لكم عليه، في فراغ هنا وفي فراغ هنا. وانا برضو بقول لك لازم تتاكد وانت حاطط الكاميرا، وعلشان برضو يا جماعه يعني في حركه بتروش الواحد كده، ان هو مثلا هو حاطط الكاميرا، يعني تلاقي جزء باين من هنا فيحسب ده جزء باين من الكاميرا، يلاقي جزء هنا فيحسب ان الجزء دي باين من الكاميرا. فانا عندي حل ليك هيبسط الدنيا معاك. هتمسك الكاميرا بتاعتك كده اهو، تمسكها كده اهو، وتخش على الاعدادات بتاعتها، تخش على الفيو بورد ديسبلاي، وتخلي الباسبورت ده ممكن تخليه 1. طيب ايه اللي احنا عملناه، ان احنا لما خليناه 1 يعني خلى بقية المنطقة اللي بره الكاميرا، يعني طبعا الكلام ده ما بيظهرش في الفيو بورد ده في الكاميرا بس، خلى المنطقة اللي جوه الكاميرا كلها سودة، اللي بره الكاميرا كلها سودة، والمنطقة اللي احنا شايفينها هي اللي واضحة بس. طبعا ده علشان ايه، لو في حاجة بقول لك زي مثلا الحتة الفاضية اللي هنا دي، ولو الحتة اللي هنا مثلا مش شكلها حلو، تقدر تشوفها على طول، ما تتروش انت باللي حوالين الكاميرا. تمام تمام. خلينا بس ايه اظبط زي ما أنا قلت لكم، الشيفت دي، وخلينا اعمل لها روتيت، روتيت -180 كده، وخلينا احطها على جنب. ونفس الكلام برضو الناحية التانية، شيفت دي سكيب، وهتخلي دي 0 مثلا، ونحطها هنا برضو كده. دلوقتي لما الواحد يجي يرندر المشهد بتاعه، شايف الأحجار من هنا ومن هنا ومن هنا برضو، فما فيش أي حتة فاضية. والأرض برضو نفس الكلام، ممكن برضو تحط عليها، ممكن تحط كده من هنا شيفت دي. تمام، خليها -90، وتحط الصخر ده على الارض بحيث ان هو يدي الماتيريال بتاعته على الارض، الانعكاس بتاعه على الارض كده اهو. بس خلينا كده اشوف، بس زي الفل كده كده باين ان هو فعلا في environment كلها صخر، وباين انها شكلها حلو جدا. وممكن بقت حاجة زيادة علشان الواقعية، الارض اللي تحت اللي احنا حاطينها باين جدا ان هي سودا، او ان ماشي باين جدا انها بلين. فعندي طريقة حلوة جدا هتعملها، هتخش على الشيدر اديتور. تمام، وانت ماسك البلين، وتضغط شيفت ايه، تدور على ايمج تكستشر. تمام، هتشد من الفيكتور، هتشد ايه، هتشد مابينج، حطه هنا كده. وهشد من الفيكتور، هتشد التكستشر كونديشن او كورديشر دي مش عارف، برضه الفيديو اللي فات انا اتلخبطت باسمها. آه، هتوصل الفيكتور بالجنريتد،
وخلينا افهمك الاول الكم نود اللي انا حاططهم دول. النود ده عشان تحط او تضيف صورة في الاوبجكت اللي عندك. الماتيريال دي عشان تعدل في الصورة ذات نفسها في الواي وفي الزد وفي الاكس وكده. وده علشان تقدر تعدل فيها، لان انت لو شلت دي كده وما تقدرش تعدل لازم تضيف دي علشان تظهر اصلا الماتيريال. تمام. هنجيب صورة بس الايه لصخر الاول يا جماعة. افتح جوجل كده ودور على ستون ايه تكستر. دي الطريقة اللي انا بجيب منها اي صورة عامة، وهتلاقي في صور 4K وصور جودتها كويسة. واي صورة انت عايزها تكتب جنب يعني تكتب بالاسم بتاع الحاجة اللي انت عايزها وتكتب تكستر وخلاص، وهيطلع لك صورة مربعة كده. هي اللي انت تستخدمها عندك. في صور منها بيبقى جودتها كويسة، وفي صور تانية بيبقى جودتها وحشة. فانا مثلا خليني ادور على صورة كويسة، وليكن مثلا الصورة دي جودتها كويسة. هاخدها سكرين شوت او ممكن تنزلها. فانا عن نفسي هاخدها سكرين شوت كده، اعمل لها سيف، وخليني احطها هنا. هنفتح على او نضغط على زرار اوبن ده اللي هنا، ونجيب المطرح بتاع الصورة ذات نفسها مكان ما احنا عملنا لها سيف. والصورة اهي، ونوصل الكولر بالبيس كولر. ودلوقتي تعالى نخش على الريندر مود كده. تمام، بس برضو ايه مش اللي هو احنا ممكن نزود الميتاليك شوية، ونخلي بدل فلات نخليها بوكس. تمام. وممكن تعدل في زي ما قلت لك، تقدر تعدل في الاكس بتاعها، في الواي بتاعها، في اي احداثيات تخص التصميم تقدر تعدل عليها. بس ده مش هيهمني دلوقتي. فتعالى نخش على رندر مود على طول، وخلينا نشوف الماتيريال موجودة. تمام، الماتيريال موجودة وزي الفل. طيب، خلينا بس الاول اظبط الاضاءة بتاعة الثيم اللي حوالينا. الاول هضيف بلين. تمام. وخليني اقرب منها بس الاول، هطلعها لفوق كده، وانا اخليها 90 درجة، ونكبرها كده شوية، ونحطها في الجنب هنا كده اهو، علشان ندينا الظل بس بتاع الشمس اللي هنا، اللي هو الظل اللي في الناحية دي. وبالنسبة للإضاءة بتاعة المكان ذات نفسه، السبوت هنطلعه لفوق يا جماعة. السبوت محتاجينه عشان نعمل الحركة اللي احنا عملناها جوه في الإضاءة. ده برضه هنطلعها لفوق، والإضاءة دي برضه هنطلعها لفوق. كل الإضاءات دي احنا كنا مستخدمينها الفيديو اللي فات، بس هي نزلت لتحت عشان احنا بس ايه رفعنا الموديل لفوق. دي برضه اهو كده اهو. تعالى كده بقى ايه نجرب نرندر. تمام زي الفل. علشان انعكاس الجوبو اللي انا كنت حاطه في السبوت لايت المره اللي فاتت يزيد او يبان. عشان احنا رفعنا السترينج بتاعت الورلد، فاحنا لازم برضه نرفع الباور بتاعها. فاحنا مثلا نخليها مثلا 90,000 مثلا يعني. تمام اهو 90,000 بانت الانعكاس بتاع الجوبو ذات نفسه. خليني بس اشيل يا جماعه الصوره دي، ولا والله مش صوره مش لايقه خالص. آه طيب، خلينا نكمل الإضاءة. بس خلينا نظبطها. الإضاءتين دول طالعين عن البرفان ذات نفسه، نخليهم كده ايه هنا. والإضاءة دي برضو نخليها هنا بالشكل ده. على كده نجرب نرندر دلوقتي. تمام زي الفل، بس زي الفل نفس بالظبط المشهد اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو اللي انا وريته ليكم. آه بصوا يا جماعة الاول، عشان بس يعني ايه تكونوا فاهمين حاجة. آه ممكن تطلع عندك شكل الازازة، او شكل الحاجة الازازة اللي عندك، او السائل اللي جوه، اللي هو اللي انا عامله في حالتي، اللي هو الاخضر اللي جوه ده، يطلع مختلف من اتش دي ار ل اتش دي ار تاني. يعني انا ممكن اعمل نفس الموديل ده بالظبط في اتش دي ار، يطلع شكله واقعي جدا وحلو.
وفي اتش دي ار تاني يطلع وحش. ده بسبب الايه؟ بسبب الانعكاسات، وان الاضاءة فيه عالية، هنا الاضاءة كانت واطية، اسباب يعني. فانا عندي هنا الانعكاس بتاع السائل اللي جوه سيء الصراحة. فانا عندي فكرة حلوة عشان نعملها. هنشيل السائل اللي جوه ده اصلا، هنشيله ونعمله ديليت، وهنمسك الازاز ذات نفسها او الازاز ذات نفسه. هنضغط كده هنا في منطقة فاضية، تأكد انه في منطقة فاضية، هنا كده، هنا شيفت ايه، وندور على حاجة اسمها فاليوم ابزوربيشن. هي دي هتعمل ايه؟ هتوصل الفاليوم بالفاليوم، وهتخلي اللون يعني، والاخضر، قول اخضر مثلا كده، الشكل ده مثلا يعني. وتقلل شوية في القوة بتاعة اللون ذات نفسه، ممكن مثلا تخليها 200. وهنقلل او نزود الشفافية بتاعتها، او تقلل الشفافية بتاعتها، دي حاجة تخصك، حاجة يعني ايه، حاجة انت وذوقك يعني. علشان يعني ال HDR ده بالذات يا جماعة مش مبين السائل اللي جوه ذات نفسه. مبينه ان هو كأنه كتلة، مش مبينه ان هو سائل. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هناخد كوبي من الازازة دي ذات نفسها، شيفت دي، مؤاخذة، شيفت دي، اسكيب، بعد كده سكيل كده لجوه هنا شوية، وخلينا نشوف المترندر عامل ازاي. وخلينا نشيل الفوليوم ابزوربيشن من الازاز ذات نفسها، الازاز خليه بس ايه في اللي جوه يعني. احنا هما اتنين دلوقتي، اتنين اللي هما ايه، الحتة اللي جوه. دي اللي هنضيف لها الفاليوم ابزوربيشن اللي طلعت ده، دي اللي هنضيف لها الفاليوم ابزوربيشن اهو. والاخضر برضه اللي احنا قلنا عليه، ونقلل دي نخليها 200. بس دي لأ. طبعا هي اتنقلت لان لان احنا عاملين شيفت دي بالماتيريال بتاعتها. فعشان نحل المشكله دي، هتلاقي كده فوق كده علامه الفايل دي، اضغط عليها. بس لما تيجي دلوقتي تمسح من هنا، لما تيجي تمسح دي من هنا، هتفضل موجوده هنا. تمام تمام. خلينا ارجع الازازه. تمام. تعالى كده نجرب نرندر ونشوف الشكل يطلع معانا عامل ازاي. تمام، مظبوط، كويس، شكل مقبول نوعا ما. كده احنا تمام زي الفل. ممكن بس ايه، يعني نقرب البلين دي من هنا اكتر اكتر، عشان تدينا الانعكاس بتاع الاسود اللي هنا ده. ثانية واحدة يا جماعة، جي واي، انه عشان اوسع من الكاميرا. بس كده زي الفل، تمام. طيب، احنا كده خلصنا من المشهد بتاعنا. تعالى بقى نعمل لنا المشهد بتاع التحريك. خلينا نظبط بس الواجهة بتاعتنا دي، نصغرها شوية كده. هنكبر التايم لاين اللي فوق، اللي هو اللي تحت ده. وتعالى نبدأ مع بعض الانيميشن بتاعنا. طيب، ركز في الجزء ده لان الجزء ده مهم جدا. وهشرح لك فيه حاجة كده هتفيدك حرفيا في اي انيميشن هتعمله بعد كده في بلندر. لما تيجي تمسك اي اوبجكت عندك، اي اوبجكت حتى لو الصخر اللي ورا ده، اي حاجة، وتضغط كليك يمين، هتلاقي في عندك اتنين كده. عندك insert keyframe، وعندك insert keyframe with keying set. طيب، افهمك الاول، بس الاول دي انت بتحط كي فريم من غير ما تعرف هو لوكيشن ولا روتيشن ولا سكيل ولا ايه يعني. يعني انت الحدث اللي هيحصل لما تحط الكي فريم ده اول. يعني دلوقتي مثلا احنا حركنا الانيميشن، خلينا بس الاول ايه. يعني مثلا افترض احنا مثلا ايه، هيحصل حاجه ناحيه الكي فريم ده، وهيتحرك الكي فريم ده لغايه 40. في ال 40 ده عايز يحصل ايه؟ لوكيشن، يعني عايز الغطا ده يتحرك من مكان لمكان. روتيشن، عايزه يلف حوالين بعضه. سكيل، عايزه يكبر ويصغر. هي دي الفكره من الانسيرت كي فريم. بس طبعا ده من غير ايه، من غير ما تعرفه. لو انا عايز اعرفه، كليك يمين اهو، انسيرت كي فريم ويز كينج سيت. هذا عندك لوكيشن، روتيشن، سكيل. لوكيشن اند روتيشن الاتنين مع بعض، لوكيشن اند روتيشن اند سكيل تلاتة مع بعض. هتلاقي عندك مليون حاجة تقدر تعرفها على الكي فريم دي. وده بالظبط اللي احنا هنستعمله في كل التصميم اصلا، في كل التحريك بتاعنا.
طيب، اول حاجه الكاميرا بتاعتنا بس يا شباب، في حركه كده، والله هي تريكايه هتفيدك في الكاميرا بنت لذينه. لو عوزت تركز الفوكس على حاجه معينه او على جزء معين من الصوره اللي قدامك، هقول لك ازاي تعمل الحركه دي. لو تلاحظ ان احنا الكاميرا دلوقتي لو جينا نحركها حره، كاميرا حره مش مركز على اي حاجه، حطيتها فوق عادي، هنا عادي. فانا عايز مثلا اخلي الفوكس على الغطا، اخلي الفوكس على الغطا بحيث لما انا اجي ازوم الزوم يروح على الغطا وبس، يقعد يلف حوالين الغطا بالشكل اللي انا بعمله ده. ازاي بقى؟ تمسك الكاميرا بتاعتك وتخش على هنا وتعمل اد اوبجكت دي، وتعمل تراك تو، وتمسك التارجت تحطها على الحاجه اللي انت عايز تعمل لها ايه، تعمل لها تراك. تعالى كده دلوقتي نجرب نحرك الكاميرا. ايوه بالظبط زي ما انت توقعت. كل ما نيجي نحرك الكاميرا في حته، الكاميرا هتقعد تجري ورا الاوبجكت اللي احنا حطيناه التراك ليه. جماعه التب دي بجد هتفيدكوا جدا جدا جدا، انا بكلمكم بجد، التب دي بالذات هتفيدكوا كتير. انا عن نفسي من ساعه ما اتعلمتها وفادتني كتير جدا جدا واستخدمتها كتير جدا. ف يعني دي بجد من اكتر الحركات اللي هستفاد بيها، ان انت تعمل تراك لاي حاجه عندك، بحيث ان انت تقدر تحرك تحرك الكاميرا براحتك، والفوكس يكون على اوبجكت واحد. يعني بس الاول قبل ما نكمل نظبط الشكل بتاعنا. هشيل بس هنا البلين دي شويه، بس تمام كده. لو تلاحظ دلوقتي، تعالى كده نحرك الكاميرا مع بعض تاني. اهو، اهو فوكس على الغطا، الفوكس كله على الغطا. طيب، عايزين بقى نلف الكاميرا، عايزين نلف الكاميرا دي حوالين المشهد بتاعنا كده اهو، وهي هنا عايزين الغطا يتفك ويتفتح وينزل تحت تاني. طيب هنعمل ايه بس الاول؟ هنمسك الكاميرا بتاعتنا ونعمل لها ايه بقى، كي فريم الاولاني، الاولاني اللي مش هيحصل فيه حاجه. احنا بنسجل ان المكان الكاميرا هنا، التايم لاين ما يعرفش ان الكاميرا هنا، فاحنا نعرفه ان الكاميرا هنا ازاي. كليك يمين، انسيرت كي فريم، هنعمل لوكيشن اند روتيشن، تضغط عليها، تيجي على الفريم مثلا، وليكن مثلا يعني 50 مثلا. طبعا انت كل ما تزيد عدد الفريمات كل ما بطئ، وكل ما الريزولوشن بقى ايه بقى اعلى اكتر، او كل ما كانت الجوده احسن. طبعا لان انت لو انت ايه عملت 10 مثلا هنا ورحت مرندر، هتلاقي عندك المشهد سريع جدا. فانا انصحك بمتوسط 40 ل 50، 50 مثلا. طبعا بياخد وقت اطول في الريندر ده طبعا. تعالى دلوقتي نحرك الكاميرا كده في المشهد او في المكان اللي احنا عايزينه، وليكن هنا مثلا، ونعمل insert تاني وانا ضاغط على الكاميرا، كليك يمين insert location and rotation. اتفرج بقى على اللي هيحصل. تعالى كده نشغل. الله ينور عليك، الكاميرا لفت من الفريم صفر للفريم 50، نطت من الفريم صفر للفريم 50 على طول، لما احنا عملنا لها insert من اول ما كانت هنا لاول لما اتحركت هنا. تمام. طيب عايزين نعمل اكتر من حاجه بقى في نفس الوقت. فانا عندي مثلا ان انا ممكن اعمل ايه، احرك الغطا، اطلع الغطا لفوق كده، نطلع الغطا لفوق شويه، واعمل insert location and rotation. ومع الغطا وهو بينزل عند مثلا ايه، عند 20 مثلا، اقوم انا منزل الغطا على الازازه بتاعتي واعمل location and rotation. تعالى بقى نشوف اللي هيحصل كده. كده الغطا هينزل واحنا نلف الكاميرا، خدت بالك؟ بالظبط. فالفكره من الكي فريم ان افهمك حاجه، اول كي فريم بتضيفه على الاوبجكت اللي عندك، اول كي فريم انت بتسجل او بتفهم او بتعرف التايم لاين او البرنامج انت حطيت الغطا فين وعايزه يروح من فين لمنين. لان انت لو جيت تحط كي فريم على طول وتبدا تعمل كده تتحرك، تضغط سبيس وتجرب تحرك الانيميشن بتاعك، مفيش حاجه تتحرك، لان انت ما عرفتش البرنامج هو كان الاوبجكت فين وبقى فين، انت ما عرفتش البرنامج كده. فلازم اي اوبجكت عايز تحركه عندك يكون في فريم اولاني من المنطقه اللي هو كان فيها والمنطقه اللي عايزه يبقى فيها. طيب احنا كده يعني يعتبر عملنا المشهد البسيط بتاعنا، الغطا هو بينزل من في سما على الأساسة بتاعتنا والكاميرا بتلف كده. ممكن نعمل حركة روشة جدا كده. احنا ليه
احنا مش خلاص كده احنا عرفنا ان الكاميرا وقفت عند الفريم 50، تعالى عند الفريم 60 او الفريم 70. جي، وتعالى نرجع الكاميرا كده شوية. جي و اكس، وممكن جي زد، وممكن جي اكس تاني كده. او ممكن بس الاول ايه اعمل انسيرت للكي فريم ده، لوكيشن اند روتيشن، واجي عند ال80 او ال90 واكمل الحركة بتاعتي كده اهو. تمام، وانزل تحت شوية تاني. بس تمام كده زي الفل. مثلا او مثلا ممكن انزل الكاميرا لتحت بس الايه الاول كده اهو زي الفل. لوكيشن اند روتيشن. تعالى بقى دلوقتي نيجي نحرك المشهد بتاعنا كله. الغطا ينزل، شاشة تلف، شاشة تلف تاني، ترجع لورا، تيجي لقدام. وعلشان بس عايز اعمل حركة حلوة كده، الفوكس عايز يبعد، يعني عايز الكاميرا بدل ما هي كانت كده الفوكس بتاعها يرجع. او يعني الجزء ده يا جماعة، الجزء اللي هنا ده بيرجع ويدخل تاني. نعملها ازاي؟ تضغط على الكاميرا وتلاقي دي الفورس دي. هتضغط الاول هي كانت فين، في الفريم 89 مثلا، او خلينا مثلا 85. وعند الفريم مثلا 95 هتصغرها مثلا لغاية لما تلاقي شكلها كويس كده مثلا. وتروح تمسك الكاميرا تاني، وتروح عامل تاني على نفس النقطة اللي هنا دي. النقطة دي يا جماعة أنا شرحتها أصلا في الفيديو، أول فيديو أصلا نزلته في القناة كلها بتاع البحر. إن أنت النقطة دي هتلاقيها جنب أي حاجة في البرنامج ذات نفسه، في أوبجكت، في موديفاير، في أي حاجة. دي برضو هي نفس موضوع كليك يمين وتعمل انسيرت كي فريم. تضغط كليك واحد عملت انسيرت كي فريم، هي كانت فين. تضغط تاني وتحرك التايم لاين للفريم اللي انت عايزه وتعمل كليك تاني. انت كده بتعرف انت عايز تحرك ايه المشهد، او الحاجه اللي انت عملت لها انسيرت كي فريم دي عايزها من اللي فين. فدلوقتي لما نيجي نحرك المشهد بتاعنا كله ده اللي هيحصل. الغطا ينزل، شاشه تلف، شاشه تلف وترجع تاني، والمشهد يرجع بالفوكس بتاعه، وفي الاخر يبقى شكله عامل كده اهو. حلو جدا جدا جدا. بس برضو في حاجة ناقصانا، حوار الشمس اللي ورا يا جماعة يعني. شايف انعكاس الشمس ده؟ انا في الفيديو كنت جايبه بيتحرك. ايوه زي ما انت توقعت نفس الموضوع. هتمسك الغطا او الغطا دي، هنمسك السبوت بتاعك، انسيرت الكي فريم، وتعالى عند الفريم 20 نحركه كده شوية ونعمل انسيرت كي فريم. وتعالى عند الفريم 50 حركه كده شوية وتعمل انسيرت كي فريم. وتعالى عند الفريم 90 وحركه كده شوية ويعمل تاني كده. وتعالى عند الفريم 100 ويرجع كده شوية برضه كده تاني. حرفيا الموضوع بسيط جدا جدا جدا. كل اللي يفرق معاك في الموضوع بس ان انت ايه، ممكن تضيف حاجات تانية من اختراعاتك انت. في حاجة بس يا جماعة عشان المشهد يطلع كويس والانيميشن كله يطلع موزون مع بعضه، مع ان انتوا الانيميشن ذات نفسه عشان يطلع سلس وجودته كويسه، هتضغط ايه على الكيبورد عشان تمسك كل الحاجات اللي موجوده اللي انت عملت لها انسيرت فريم هنا، وتضغط كليك يمين كده، تضغط كليك يمين، كليك يمين. وهتلاقي عندك اكتر من خيار هنا كده. احنا عايزين الخيار ده اللي هو عايزين ايه المود بتاع الانيميشن ذات نفسه. هتلاقي عندك كده خيارات كتير جدا، سيبك منهم كلهم. عايزين ندور على اللاينر دي او اللينر، احنا هندور على اللاينر او اللينر. تضغط عليه وادي كده حرك الانيميشن بتاعك هيطلع سلس جدا جدا. تعالى بقى ايه نجرب نرندر. بص كده، الغطا ينزل، تلف الشاشة عليه، الشاشة ترجع تاني، والشمس عمالة ايه، الشمس كانت عمالة تتحرك. شايف انت كده ملاحظ الشمس كانت ايه، كانت عمالة تتحرك من هنا لهنا ومن هنا لهنا. بس كده يا باشا، كده انت عملت لك الانيميشن بتاعك. احنا بس هنيجي عند مرحلة مهمة جدا يا جماعة، اللي هي مرحلة الإخراج. اللي فيها كام حاجة بسيطة جدا. إعدادات الريندر مهمة جدا 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 يا جماعة. خلينا أراجعها معاكم تاني ضروري. وإعدادات غير دي هنعمل إعدادات تانية زيادة. جي بي يو كومباتيتد 128 سايب 128 هنا، شيل دي 0.1 0.1. الدينويز، فعل الدينويز خليها اوبتكس، وتأكد ان انت
تضغط على edit performance، تضغط على السيستم، تلاقي اوبتكس عندك متفعلين الخيارين الاتنين دول. اهم حاجه الخيارين دول يكونوا متفعلين، الاوبتكس تكون عاملها. وهنا تختار اوبتكس وتخلي دي 4 او 5. طبعا إيه الفكره يا جماعه؟ ان انا لا، دي بتعمل دي نويز، بتعلق الجهاز بس بتسرع الريندر. فانا مثلا وانا عمال اتحرك كده، لو الدينوز فضل شغال معايا هتعلق كده سلس. فانا عايز الدينوز يشتغل معايا لما الريندر يوصل لي الفريم رقم 5. لو تلاحظ عندك الريندر ما شاء الله بقى سريع جدا اهو. بص كده اهو، اهو زي الفل كده. شايف انت ملاحظ دلوقتي الريندر بترندر ازاي بسرعة جدا عشان احنا عملنا الاعدادات دي. ممكن تعمل حاجة من خيارك color management، وتقعد تعدل بقى ايه في اللوك، very high concert، none high concert، very high concert كده، الحاجات دي كلها. أو ممكن انت تاخد الفيديو ذات نفسه وتروح تعدله على ادوبي لايت روم او افتر افكت او اي حاجه. اهم حاجه تعدل الفيديو براحتك يعني. طيب اخر حاجه خالص، لما تيجي بقى ايه على مرحله الاخراج او البوت، تيجي ترندر الفيديو بتاعك. وانت بقى عايز خلاص تروح ترندر المشهد بتاعك بقى وكده، ضروري جدا تخرج من البرنامج وتعمل لك فايل جديد، وتسميه مثلا على اسم الفايل بتاعك. انا هسميه واي تي كده عشان فيديو اليوتيوب بس. والفيديو او الفايل ده اللي هيوصل عليه الصور بتاعة الريندر اللي انا هرندر بطريقة حلوة جدا هتستفادوا منها. يا جماعة الخلفية دي مش حقيقية يا جماعة، ده انا عاملها 3D ببلندر، وهشرحها لكم ان شاء الله قريب. يعني دي مش حقيقية، دي ريندر على فكرة ببلندر، هبقى اشرحها لكم ان شاء الله قريب على اليوتيوب. المهم ما علينا. بعد ما عملنا الفايل بتاعنا، تضغط على الاوتبوت من هنا كده، تفتح الزرار اللي في الجنب ده وتختار الفايل اللي احنا عملناه لسه دلوقتي، ونعمل اكسبت. وهتختار اهم حاجة صيغة الفايل دي، تختار الفريم خلص امتى، او تختار الستارت امتى والاند امتى. فالستارت عندي كان من الصفر اللي هو من هنا، وخلص معايا على الفريم رقم 100. والريزولوشن او الريزولوشن الاكس والريزولوشن الواي، اللي هو ايه الكاميرا بتاعتك عايزها ايه، عايزها وايد كده، عايزها كده. طبعا في خيارين عندك يا جماعة، يا اما 1920 في 1080، يا اما عندك 1080 في 1920. يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل كده 1080، واحدة 1080 في 1920، ويطلع معاك الفيديو كده كأنه زي الشورت كده، زي الريل اللي بتحطه في تيك توك او كده، يبقى صغير كده. طبعا في حاجات تانية ممكن تعملها، تكبر، تعمل سكيل دي، تعمل اري ليها وتكبر البتاع يمين وشمال وكده، وتظبط المشهد بتاعك علشان يطلع واقعي اكتر. بس ده يعني عشان ما نطولش عليكم يا جماعه، عشان يعني انت ممكن تلاحظ عندك هنا وانت بتلف الكاميرا في جزء من هنا بيبان من العالم الفاضي، من الحته الفاضيه دي. فانت ممكن تضيف بقى حاجات تانية وكده. بس ده يعني الفكرة بس من الفيديو ده، انا فاهمكم بس حاجات في الانيميشن، مش الانيميشن كله بيتعمل ازاي تفاصيل، او مش الانيميشن كله. اهم حاجة ان انتوا فهمتوا الفكرة من الموضوع اصلا. تقدر طبعا تزود بقى، يعني انت تحلم بقى، احلم براحتك، اكتب هنا بقى ايه برج ايفل، عايز تحط برج ايفل، عايز تحط بني ادمين، اكتب اي حاجة. انت ممكن تكتب اصلا، تخيل اي حاجة، اي حاجة اكتبها هنا في بلندر كيت، هيطلع لك ليها اصلا موديلز كتيرة جدا. واحلم بقى يا باشا واعمل اللي انت عايزه. الحاجة دي حاجة إبداعية، يعني انت براحتك، انت عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها ما تعملهاش. كده انت فهمت بكل بساطة ازاي تحرك اصلا اي اوبجكت عندك من مكان لمكان. وفهمت ازاي تعمل موضوع ان انت تعمل اخراج الريندر اللي عندك. طبعا انت بتضغط هنا ريندر انيميشن. وجماعة انا طريقة الريندر دي طريقة ريندر علشان الجهاز قطع، كهرباء قطعت، اي حاجة قطعت، هتترندر على اساس انها صور. يعني كل فريم من دول، فريم واحد، فريم اتنين، فريم تلاتة، فريم اربعة، اقوم فتحنا الاوبجكت دي، واقوم ضغط هنا علينا على 20، وابدا ان انا ارندر من تاني. تقدر ترندر طبعا ده صور، تقدر طبعا ترندر على اساس ان هو ايه فيديو. ازاي تعملها؟ هتحول من بي ان جي دي تخليها اف اف ام دي اللي هي الفيديو دي، وهتخش على الانكودر
تخلي الاتش دي تخليها الخيار ده اهو. طبعا تقدر تحدد بقى الكواليتي وال عايز السبيد، الانكودنج سبيد، جود، سلو. هتقدر طبعا الاصوات والحاجات دي تقدر تعدل فيها لو في اصوات من جوه الريندر، وتعمل ريندر وهترندر كفيديو. بس الوحش في الخيار ده انه لو النور قطع في نص الريندر، خصوصا لو انت عامل بروجكت كبير، خلاص كده ودع الملاعب، لازم تقعد ترندر من الاول تاني. بس كده يا سيدي، كده انت عملت لك الانيميشن بتاعك واتعلمت ازاي تعمل الانيميشن. اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو في غلط في الفيديو، واعملوا لي فولو على الانستا لو عايزين حاجه مني على الانستا ابعتولي. الفيديو الجاي ممكن نبدأ حاجة جديدة بقى خالص، يعني نبدأ بقى حاجة أصعب وحاجة أجدد شوية. قولي تحت في الكومنتات انتوا عايزين ايه. بس كده خلي بالكم من نفسكم وأحبكم، يلا مع السلامة.